حاجة حلوة ببواقي الكيك، انا كان عندي كيك سبونج واتبقى معايا وفرفته بالشكل ده وحطيته في الاطباق. انتي بقى لو عندك كيك وناشف شوية ممكن تحطي لبن عليه ويبقى ناعم معاكي وتحطيه في الاطباق، يبقى سهل معاكي جدا. هنحط بعد كده طبقة من الكريم شانتيه، والمفروض ان احنا نحطه في الفريزر شوية 10 دقايق قبل ما نحط التوبينج، عشان يبقى متماسك معانا شوية ويديني طبقة حلوة جدا للتوبينج. وانصحك ان انتي تجربي توبنج الفراولة، جميل جدا. بعد كده نحط بقى بواقي كيك تاني، ونحط بعد كده كريم شانتيه، ونحط التوبنج من فوق ونحطها بعد كده في الفريزر 10 دقايق او في التلاجة ساعتين كده عشان تتماسك بس مع بعض ونشوفها مع بعض تبقى تحفة جدا. بجد تجنن، وانصحك ان انت تجربيها لو عندك بواقي كيك. جربيها بجد جميلة جدا وهتعجبك تحفة بجد وتستحق التجربة. شكرا جدا والسلام عليكم.